السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يا جماعة جاي اتكلم في الفيديو النهاردة على في حاجات بأسعار غالية هنجيب بدلها حاجات أسعار رخيصة وفي نفس هتبقى في نفس التيست بتاعها في كل حاجة. فاللي احنا هنقوله ده في الفيديو يا جماعة هو ده. هقول لكم على كذا حاجة كده، الله أعلم يمكن تنفعك وهتوفر معاك ومش هتكلف معاك في حاجات كتير. هنجيب حاجات بديلة لحاجات غالية جدا يا جماعة. فأنا منزل الفيديو ده عشان خاطر الناس اللي هي ايه برضو اللي هي مش عارفة تجيب الحاجة الغالية دي، هتلاقي البديل بتاعها وفي نفس التست وفي نفس الشغل، وهتطلع معاك الشغل 10 على 10. فيلا بينا نشوف الحاجة، الفيديو اللي احنا هنقدم فيه كل حاجة ده، ويلا بينا. أول حاجة يا جماعة هنجيب اللي هو دي يا جماعة، ودي طبعا مشكلتنا مع كل الناس. فطير بالذات لازم يكون دي 5 نجوم، واي حد بيقول لك كده عشان خاطر العرق. احنا مش هنجيب ال5 نجوم، هنجيب البديل بتاعه اللي هو جلد الجمل. جلد الجمل ده يا جماعة هتلاقيه ارخص من ال5 نجوم. تاني حاجة يا جماعة، مشكلتنا مع الجبنة الموزاريلا. دلوقتي كيلو الجبنة الموزاريلا طار خالص لفوق. بدل ما نجيب انواع جبنة زي دي مثلا والكيلو بتاعها غالي، هنجيب اي جبنة من السوبر ماركت. اي جبنه موزاريلا من السوبر ماركت طبعا بتنشف في البيت على وش البيتزا وبتبقى ناشفه معاك، صح كده؟ فاحنا هنعمل حاجه قبل ما نحطها على البيتزا. هنعمل ايه؟ هنجيب نفضي كيس الجبنه في حله صغيره. بعد ما نفضيها هنروح حاطين عليها، يعني كيس موزاريلا لو هتحط نص كيلو جبنه موزاريلا هتحط عليهم 50 جرام لبن. 50 جرام لبن يكون كامل الدسم معايا. ونروح حاطينهم ونقلبهم كويس. عندك كريمة طبخ في البيت حط 10 جرام معاها، ما عندكش مش مشكلة، حط دول وقلبهم في بعض تقليبة كويسة. وبعد ما يتقلبوا حط بالظبط يعني معلقة نشا صغيرة بتاعت الشاي دي، تحطها معاهم عشان خاطر ما تعجنش منك. النشا هيخليها لك ايه، مفرولة زي ما هي. فانت دي اللبن انت كده بتدي الدسم كامل للموزاريلا، وتبقى معاك ايه، تشتغل معاك كويس ومش هتنشف معاك بسرعة. هي اي نعم هيبقى ايه، في يعني ايه من الوش هيبقى في سنة مية، بس انت مع السوا ايه هتعرف تظبطها. بعد كده يا جماعة تقلبها كويس، تقلبها كويسة وتحطها في التبريد او في الفريزر على حسب ما تستعملها. بعد دول تروح حاططها في الفريزر، وبعد كده بعدها بتشتغل منها. عايز تشتغل منها على طول اشتغل، بس اهم حاجه ما تسيبهاش في ايه، في درجه الحراره بره عشان خاطر ما تعجنش في بعضيها. تالت حاجه يا جماعه اللي هي برضو مهمه جدا برضو، اللي هي صوص البيتزا، الصلصه بتاعت البيتزا. بدل ما تجيب صلصه خام زي دي عشان تحطها على صلصه الطماطم عشان تحمر معاك، لا، ما تجيبش صلصه خام. افرم الطماطم بتاعتك في الخلاط، وبعد كده تحط ايه التوابل بتاعتك، وهتقول للعطار انا عايز لون طعام احمر صحي. لون طعام احمر صحي هيكون يا جماعة معاك ده، تحط منه على الكيلو مثلا تحط 10 جرام، ولون هتلاقيها لونت معاك ادت لك اللون. هتقول لي طعم، ظبط في التوابل كويس. وانا عامل طريقة صوص البيتزا، لو خدت التوابل عندي في الفيديو بتاع الصفحة عندي طريقة التوابل دي وحطيت اللون هتطلع معاك صلصة بتاعت بيتزا ملهاش حل. مع العلم يا جماعة اللون اللي انا بقول لك عليه ده اكد على العطار، قول له لون صحي للطبخ عشان ما يديكش اي حاجة من عنده يحصل لك ضرر لا قدر الله تقول لي انا السبب. فيا جماعة نجيب لون احمر بتاع طبخ صحي معايا يا جماعة. رابع حاجة يا جماعة اللي هنتكلم فيها، رابع حاجة دي الزبدة. لو هتعمل فطير مشلتت او هتعمل فطير بسكر وعايز تستعمل زبدة، والزبدة غالية طبعا زي ما احنا عارفين، طبعا عدي هو كل حاجة غلت. بس يا جماعة والله العظيم انا الفيديو ده بتكلم فيه عشان احاول اقرب المسافات للناس اللي عايزة تعمل حاجة في البيت مش اكتر ولا اقل. الزبدة بدل ما نجيب زبدة نيوزيلندي او نجيب زبدة بلدي، هنجيب زبدة فيرن. الزبدة الفيرن يا جماعة دي قالب بتاعها كيلو، هتلاقي سعره اقتصادي وحلو. مع العلم
هيطلع لك تيست حلو وهيطلع لك ريحة حلوة. كله هيقول لك زبدة فيرني ليه وازاي. جربها مش هتخسر حاجة. واكيد الزبدة الفيرني موجودة في البيت عندك عشان خاطر ايه؟ الطبخ، او موجودة عشان اي لوازم في البيت هتلاقيها موجودة. استعمل الزبدة الفيرن وشوفها وبقول لي رأيك في الكومنتات. خامس حاجة يا جماعة اللي هنتكلم فيها، لو انت عايز تجيب ستريبس او تجيب بانيه، الكلام ده مصنع بتجيبه اكياس، بدل ما تجيب من الشركات دي غالية زي ما انت شايف وعارف الاسعار في السوق عاملة ازاي، هتجيب من الوطنية. الوطنية يا جماعة الستريبس ممتاز، البانيه ممتاز، اي حاجة من الوطنية معلبات او اكياس زي كده بتلاقيها كويسة وهتطلع لك نفس التيست بتاع الشركات الكبيرة دي. ما نتبهاش بالاسم، انت عايز تيست فخد اللي انا بقول لك عليه ده. وبرضه ارجع واقول لك تاني، جرب. جرب ومش هتندم. انا مش مصلحتي ان انا اقول لك كده، يعني ماليش مصلحة في كده، بس انا برضه بدلك على الحاجة اللي هي اسعارها احسن من اسعاري دي. هتجيب حاجة دي، تجيب كيسين من دول ممكن تجيب 4 من دول او 3 من دول. لو 10 جنيه ولا 20 جنيه هتفرق معاك في السعر برضه، هتعمل بيها حاجة تانية. فأنا بنصحك بدل ما تجيب ده هات ده وهتلاقيه معاك كويس وطعمه حلو وهيلاقي معاك شغال. انت اصلا بعد كده هتستدام عليه. وجرب برضه، لو في اي مشكلة اكتبولي في الكومنتات، انا ما عنديش اعتراض. رقم 6 يا جماعة اللي هي ايه؟ لو انت عجنت بيتزا، عجينة بيتزا ايطالي، عجنتها ومش هتستعمل منها الا جزء منها وهتسيب الباقي، قبل ما تخمر حطها في الفريزر. قبل ما تخمر حطها في الفريزر. بعد كده وقت ما تحتاجها تطلعها ساعة هتلاقي فكت معاك وكأنها فريش. وكذلك العجين الشرقي، لو عايز تعجن عجين فطير واستعملت عجينة او اتنين ومعاك فضل، دخله الفريزر وما تطلعوش الا عنده اللزوم. عايز واحدة طلع واحدة تفك هيطلع معاك فريش. مع العلم عجين الشرقي ما بينفعش يقعد في الفريزر اكتر من 10 ايام عشان ريحة الزيت. ما تقعدوش اكتر من 10 ايام في الفريزر، اكتر من كده لا. انما عجين البيتزا عادي يقعد 10 ايام، 15 يوم، اقصاها 20 يوم، هتلاقيه يطلع معاك فريش. معايا يا جماعة؟ كده العجين البيتزا الايطالي هتعجنه وتاخد الجزء اللي انت عايزه قبل ما يخمر تحطه في التلاجة، ما تخلوش يلحق يخمر. والجزء اللي هتستخدمه تحطه في التلاجة، تحطه بره تخليه يخمر وبعد كده تشتغل بيه عادي. انما الجزء اللي مش هتشتغل بيه تحطه في الفريزر يتفرزن. وكذلك العجين بتاع الفطير، بس تبعد ده عن ده في الفريزر عشان العجين الايطالي ما يخمرش العجين بتاع الفطير. معايا؟ وبكده يا جماعة اكون نهاية الفيديو معاكم، واكون عرفت اوصل لكم معلومة جديدة، او اكون عرفت ابسط لكم اي حاجة من الحاجات دي، او اوصل لكم معلومة ما كانتش واصلة لحد فيكم. واتمنى ان انا اكون عند حسن ظنكم، واي حد محتاج حاجة يكتبها لي في كومنت وانا تحت امركم. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.